وبعض الناس يسأل يقول يا جماعة أنا ودي أتدبر القرآن، شنو القضايا أو الوسائل أو المعينات اللي تساعدني أني أتدبر آيات الله؟ من الأمور المهمة جدا لمن أراد أن يؤثر فيه القرآن ويتدبر آياته أن يعرض الإنسان القرآن على قلبه، وأن يعرضه على نفسه وعلى عيوبه. إذا قرأ آيات الجنة يسأل الله الجنة، وإذا قرأ آيات النار يستعيذ بالله من هذه النار، وإذا قرأ آيات الرحمة يسأل الله عز وجل الرحمة، وإذا قرأ آيات الرزق يسأل الله عز وجل من فضله. يتأثر هنا بكلام الله عز وجل. أبو حسين، من أراد أن يعيش مع القرآن ويتلذذ بهذا القرآن ويكون من المتدبرين لكلام رب العالمين، أريد أن أقول لكم الآن دعاء يحفظ مني هذا الدعاء ويكرر آناء الليل وأطراف النهار. يقول: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وذهاب حزني وجلاء همي ونور بصري. الله أكبر. هذا من أكبر المعينات على تدبر كلام رب الأرض والسماوات. ويتأمل الإنسان في قوله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ويتأمل قول الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.